القصة الأولى بيقول: انتقلت مع عائلتي إلى منزل جديد، وكان في منطقة من المناطق الجديدة غير المأهولة بالسكان بشكل كبير. كان المنزل كبير وواسع وجميل، فأحببته على الفور، وكنت في غاية السعادة للانتقال إليه. وفي الليلة الأولى به كنت مستلقيا على الفراش، شعرت فجأة بثقل على طرف الفراش بجانبي، كأن هناك من جلس عليه. فتحت عيني وتخيلت أن ابنتي الكبيرة قد جاءت لتجلس جنبي كعادتها، ولكني لم أجد أحد. أغمضت عيني وأكملت نومي وأنا أقول في نفسي: ربما تخيلت ذلك. وهكذا مرت الليلة الأولى، ولكن بعد ذلك تكررت هذه الأحداث كل ليلة، حتى وصل الأمر إلى شعوري بأن هناك من ينام بجانبي، وأشعر كأن هناك أنفاس دافئة تلاحقني أينما أذهب. وتطور الأمر، فلاحظت أن ابنتي الرضيعة تنظر إلى السقف وتتجه بأنظارها يمين ويسار، وتشير بيدها وكأنها تراقب تتبع بعينها حركة شيئا ما، على الرغم من أن الغرفة فارغة تماما. إذا بدأت أشعر أن هذا المنزل يحيط به بعض الغموض. بعد فترة جاءت أحد قريباتي لزيارتي، فقالت لي بمجرد دخولها أن هذا المنزل غريب وغير مريح، قد شعرت أنه مسكون. انتفضت رعبا من الفكرة، ولكن حاولت أن أنساها وأتجاهلها. أكملت الحديث مع قريبتي، لكني تفاجأت بها تسألني عن الطفل الذي يلعب مع ابنتي بغرفة. فقلت لها: أي طفل؟ أنا ليس لدي سوى ابنتي. فأجابت إنها شاهدت صبي صغير يقف في نافذة أحد الأطلة على الشارع، وهي أثناء دخولها إلى المنزل. في نهاية كلامها وجدت ظلا يتحرك في الرواق، وحينها عقدت العزم على أن أترك هذا المنزل على أي. القصة الثانية تحكي أحد السيدات قصتها، فتقول إنها في يوم قد لاحظت تغيير ملحوظ في سلوك ابنتها التي تبلغ من العمر 6 أشهر. قد بدأ هذا التغيير بعد انتقالهم معا إلى منزل جديد، حيث كانت الابنة تضحك وتلهو وحدها وتتبع بنظرها أشياء غير موجودة وتتحرك حولها وتبكي فجأة دون سبب. وقد تخيلت السيدة في بادئ الأمر أن الملائكة تلاعبها، وهذا الأمر طبيعي جدا بين الأطفال. ولكنها ذات ليلة سمعت صراخ ابنتها الرضيعة ذات مرة، فذهبت على الفور إلى غرفتها. وهي على باب الغرفة سمعت صوت امرأة تغني إلى طفلتها. ارتعدت المرأة من الخوف، قربت من الباب بحذر شديد، فرأيت طيف لامرأة تجلس بالقرب من فراش ابنتها. وكانت امرأة طويلة القامة، لها شعر أسود طويل، وترتدي ثوب من طراز قديم. بمجرد أن دخلت السيدة إلى الغرفة اختفت المرأة. القصة الثالثة: كنت أسكن في شقة طلبة مغتربات مع 3 من زميلاتي خلال السنة الأولى من دراستنا بالجامعة، وقد حدثت لنا في هذا الشقة العديد من الأحداث والأهوال التي لم نستطع تفسيرها حتى الآن. حاولت تجاهلها ونسيانها، ولكن لم أستطيع. فعلى سبيل المثال، كنت في يوم جالسة أشاهد التلفاز في غرفة المعيشة بمفردي، وفجأة لمحت طيف أحمر يتوهج. كرد فعل تلقائي التفت لأتحقق من هذا الأمر، فلم أجد له أي أصل. ظننت حينها إني أتوهم ذلك ولا مشكلة. وفي صباح اليوم التالي قصصت على زميلتي ما حدث لي، فوجدت أن كل واحدة منهم تقول إنها قد تعرضت لنفس هذا الموقف تماما من قبل، ولكنها لم تهتم ولم تحكي لأحد. وفي أحد الليالي رن جرس الهاتف الأرضي، وكان الرقم المتصل هو رقم واحدة منا، والتي صعقت عندما شاهدت الرقم على الشاشة، رغم أنها تركت هاتفها في غرفتها منذ قليل والغرفة فارغة ونحن الأربعة بالقرب من الهاتف. ورفعت سماعة الهاتف في خوف شديد. سمعت صوت موسيقى صاخبة تنبعث من الهاتف. اتجهت صاحبة الرقم على الفور إلى غرفتها الموجودة بها الهاتف، فوجدته ملقى على الفراش مثل ما تركته، لا يوجد بجانبه أي أثر للموسيقى. انتقلنا على الفور إلى شقة أخرى بعد هذا الحادث، حيث تأكدنا أن الشقة مسكونة بالفعل.